زي ما انتم شايفين دي الصفحه اللي بتظهر لكم لما تفتحوا ادوب بريمير برو. وطبعا عندي نسخه ادوب بريمير برو سي سي 2019. لو انت عندك نسخه مختلفه عن النسخه دي ما تقلقش، اهم حاجه تكون نسختك 2017 او اعلى، يعني 2017 2018 2019 2020 كله زي بعضه ومفيش اختلافات. لو اقل من 2017 هتضطر تحمل نسخه جديده شويه. المهم خلينا نبدا. اول حاجه نعملها هنضغط على فايل، المربع اللي فوق على الشمال ده، وهنعمل نيو، ونفتح نيو بروجكت. هظهر لكم الويندو الغريبه دي، مش هنتكلم عن اي حاجه فيها خالص غير النيم واللوكيشن، الباقي ده نبقى نتكلم عليه بعدين. النيم احنا عايزين نسمي البروجكت اللي احنا هنعمله ده، هنسميه episode 1، يعني الحلقه الاولى. وطبعا اللوكيشن ده انا عايزه في اللوكيشن متحدد ده، انت طبعا ممكن تضغط على براوز وتحدد اللوكيشن اللي انت عايزه. خلينا نضغط اوكي، وهتظهر لنا بقى الصفحه دي. طبعا لو انت بتشوف الشاشه دي لاول مره هتتخض، في حاجات صعبه كتير، يبان انها موضوع صعب يعني، بس صدقني اي حاجه سهله مع التعلم والبراكتس، يعني مع التمرن كمان. المهم خلينا نتكلم عن حاجه. اول حاجه هنبتدي نتكلم عن الانترفيس بتاع ادوب بريمير برو. بالنسبه للمربع المتحدد ده اللي هو المربع الازرق اللي انا محدد عليه ده المربع اللي بنعمل فيه امبورت للشغل بتاعنا، حتى هتلاقيه مكتوب امبورت ميديا تو ستارت. طبعا دي مش مهمته الوحيده، في كميه تابز هنا كتير قوي ممكن نستخدمها كلها، بس الاثنين اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده هما البروجكت اللي احنا بنعمل فيها امبورت الميديا او امبورت الفيديوز والصور، كل الصور والفيديوز اللي احنا هنستخدمها في البروجكت بتاعنا، والافكتس. خلينا الاول في البروجكت. طبعا في طريقتين انك تعمل امبورت. اول طريقه ان احنا نضغط على الفايل اللي فوق على الشمال اللي احنا لسه ضاغطين عليها من شويه، ونضغط على امبورت هنا اهي، او نضغط هنا في المربع ده الصغير ده هنا مرتين، هيفتح لنا نفس الصفحه اللي احنا كان المفروض تتفتح. المهم هنختار الفيديو اللي احنا عايزين نختاره. انا هضغط على الفيديو ده، وبيظهر لنا الفيديو والمربع الصغير ده هو ده الفيديو اللي احنا لسه عاملين امبورت. انا لو ضغطت عليه ضغطتين كده بيظهر لي هنا بقى المربع ده. فايدته ايه؟ احنا هنتكلم على حاجتين فيه، هي الصفحه اللي مفتوحه دي وافكت كنترولز. خلينا الاول نتكلم على الصفحه دي. الصفحه دي مخصصه لو انت عايز تعدل اي حاجه في الفيديو قبل ما تحطها في التايم لاين، اللي هو المربع ده اللي احنا لسه هنتكلم عليه بعدين. انت مثلا عايز تاخد مثلا من اول الحته دي لغايه مثلا هنا كده، مش عايز تاخد كل الفيديو انت تحطه، فتقوم ضاغط هنا كده. دي حاجه اسمها مارك ان، اللي انت تحدد لغايه هنا مثلا، وانت عايز تاخد مثلا الفيديو لغايه هنا كده وتحدد الناحيه التانيه. انت عايز تاخد الحته دي فقط. دي الحاجه اللي بتعملها الويندو دي. او ممكن تعمل حاجه تانية برضو، انك ممكن تاخد الفيديو بس، يعني الفيديو من غير صوت، او تاخد الصوت بس. وطبعا الموضوع بسيط جدا، ان انت ممكن تعمل دراج اند دروب، اللي هو الموضوع بسيط. ماشي، خلينا نعمل ديليت. احنا عايزين نختار الفيديو اللي احنا مختارينه في الاول، عايزين ناخد الفيديو كامل. بكل بساطه هنعمل عليه سيلكت ونعمل له دراج اند دروب ونحطه في التايم لاين. هيظهر لنا هنا التايم لاين ده. فايدته ايه؟ التايم لاين ده تقريبا في كل الشغل في بريمير، يعني انت معظم شغلك هيبقى في الحته دي. خلونا الاول قبل ما نشرح كل حاجه هنا نروح لاخر مربع في الانترفيس، اللي هو بكل بساطه ظاهر لك وباين جدا ان هو اللي بيعرض لك اللي انت بتمنتجه. يعني انت مثلا قطعت حته معينه في الفيديو، بيعرض لك الفيديو بعد ما تمنتج. دي فايده المربع ده. طبعا احنا بكل بساطه عرفنا لغايه دلوقتي ازاي نعمل امبورت الفيديو، وعرفنا كل الطرق اللي احنا نعمل بيها امبورت. خلينا نبص بقى للمربع الصغير ده اللي فيه التولز اللي احنا بنستخدمها عشان نمنتج بيها. احنا في حلقتنا النهارده مش هنتكلم غير على 2 تولز بس. الاتنين دول هما السلكشن تول والريزر تول. السلكشن تول دي تعتبر من اهم التولز اللي موجوده في المربع ده. السلكشن تول دي اللي هي بكل بساطه تعمل سيلكت لاي حاجه عندك في الشاشه، تعمل سيلكت الفيديو تنقله من هنا لهنا. هي دي فايدتها، انها تعمل سيلكت الحاجه، عايز تعملها بقى كوبي بيست ديليت. دي فايده السلكشن تول. اما بالنسبه بقى للريزر تول، واللي انت هتستعملها كتير جدا في الاول وتعتبر من اهم التولز برضو،
الريزر تول مهمتها انها بتقطع الفيديو. زي ما انتم شايفين كده انا ماسك الريزر تول اهو، عمال بقطع الحتت المعينه في الفيديو. طبعا هرجع، انا مش عايز اقطع الحتت دي، هرجع اللي انا عملته ده، هضغط كنترول وزد، كنترول وزد كمان مره كمان مره، رجع لنا كده الفيديو ايه زي ما كان. انا مثلا عايز اقطع مثلا لغايه هنا، انا مثلا مش عجباني الحته دي، الحته اللي في الاول دي، عايز ابدا الفيديو من هنا. الخط الازرق ده طبعا هو اللي بيحدد لك انت واقف فين في الفيديو، ماشي. وتيجي بالسلكشن تول اللي احنا محددينها ونقف على الخط الازرق ده. لو انت شايفين المثلث اللي هو اللي كان فوق ده، تعرف انك واقف بالظبط على الحته اللي انت عايز تقطعها، نقوم ضاغطين. انت بقى طبعا عايز تقطع، عايز تشيل الحته دي خالص، تقوم بكل بساطه عامل كليك يمين على الماوس وتعمل كلير. طبعا بقى الحته دي لسه فاضله، انت عايز تبدا الفيديو من الاول. انت لو بدات الفيديو من الاول هنا هيبقى اسود، انت عايز تنقل دي هنا، هتقوم محدد على السلكشن تول وتقوم محدد الفيديو وتجيبه الاول فتبدا الفيديو عادي كده. لغايه دلوقتي عرفنا ازاي نعمل امبورت للفيديو، عرفنا مهمه معظم الحاجات اللي موجوده في انترفيس ادوب بريمير، عرفنا ازاي نقطع الفيديو ونشيل الحتت اللي احنا مش عايزينها. وصلنا دلوقتي لاخر حاجه خالص في الفيديو، هي ازاي تعمل اكسبورت. يعني ازاي تقدر تاخد الفيديو ده تحطه مثلا على اليوتيوب، تبعته على الواتساب، يبقى معاك يعني على الديسكتوب. بكل بساطه هنضغط على فايل اكسبورت، هيظهر لك كلام كتير كده، نختار ميديا اللي فوق دي، طبعا هو بياخد وقت. هيظهر لك طبعا الصفحه دي. احنا بكل بساطه مش هنغير مش هنغير حاجات كتيره قوي في الصفحه دي، بس الحاجه الوحيده اللي انت تتاكد منها لو انت الفيديو ده هتبعته على الواتساب هتنزله على اليوتيوب، انك تيجي على الفورمات وتخلي الفورمات H.264. ودي حاجه مهمه جدا عشان يقدر ينزل الفيديو على اليوتيوب، او تقدر تبعته على الواتساب او تقدر تشوفه. يعني لازم تخلي الفيديو على H.264 بس، وتسيب بقيه الحاجه زي ما هي. احنا مش هنتكلم على اي حاجه دلوقتي موجوده هنا دلوقتي. بيظهر لنا مساحه الفيديو المتوقعه اللي هي 33 ميجا، اللي هي مش كتير قوي يعني، وكده هيتفضل لنا ان احنا نضغط اكسبورت. يبقى احنا كده لغايه دلوقتي اتعلمنا ازاي نعمل امبورت الماتيريال، سواء كانت فيديو صور، عرفنا ازاي نقطع الفيديو، عرفنا وظيفه كل حاجه في الانترفيس بتاع ادوب بريمير برو، وعرفنا ازاي نعمل اكسبورت. يبقى موجود في المكان اللي انت مسيبه، وانا مسيبه على الديسكتوب، نضغط عليه كده ومعاك طبعا الفيديو كامل زي ما انت عامل له مونتاج بالظبط، وتقدر بقى تحطه على اليوتيوب، تبعته على الواتساب، تقدر تعمل بيه اي حاجه انت عايزها. وبس كده، اتمنى كل حلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.